السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفات أم يحيى وآمين كويزين فاتي. اليوم غنقترح عليكم هاد الحلوة ديال الرخامة. مكونات بسيطة وسهلة صراحة وكتوجد بسرعة. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات عندي هنا كاوكاو اللي هي ديجا حمرته وطحنته وبقى شويه مهرمش، يعني فيه دوك الحبيبات باش يجينا هكا في العضه، يعني يجي داك القرمشه. كتحسي انك كتاكلي كاوكاو. عندي هنا سكر الفانيلا وعندي العسل. هادو هما المكونات اللي عندنا في هاد الحلوه هادي. غادي نخلط بالعسل، يعني غادي نضيفو تدريجيا وغادي نخلط بيدي. يمكن لكم تستعملوا سباتولا، غير هي اليد كتحكمي في الخليط وكتعرفي شنو واش مازال خاصك العسل او لا. صافي كنحاول انني نخلط على هذا الشكل هذا حتى كيتجمع معايا الخليط. انا غنوريكم لا تيكستور ديالو كيفاش خصها تكون. خصو يجي على هذا الشكل هذا، يعني ملي غتجمعيه خصو يتجمع بحال هكا. صافي هنا ما غادي نزيدوش العسل. غادي نجيب واحد البابي كويسون، غادي نوضع فيه الخليط ديالي وغادي نحاول انني نشكل به واحد المربع اولا مستطيل، وغادي نطلقوه هكا بالاستعانه بالدلاك. غادي نحاول انني نطلق الخليطه ديالي وانا كنقاد الجناب باش يعطيني داك الشكل كما قلت لكم ديال مربع اولا مستطيل كما شفتوا. على هذا الشكل هذا كنحاول انني نقاد الجناب وانا كنطلق وانا كنقاد الجناب حتى كيعطيني هذاك الشكل اللي انا بغيت. هنايا الدلاك يعني كيلصق ليا، من الاحسن تستعملوا بلاستيك كامل الاول. صافي كنحاول انني نطلق الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نطلقه تيعطيني داك السمك اللي انا باغا، او ميمطون انا كنقاد الجناب. يعني ملي كتقادوا الجناب فما كتضيع لكمش الحلوه بزاف، ملي تجيو تقطعوها ما غاديش تضيع. صافي كنحاول انني نطلقها. بالنسبه للسمك يعني خصو يجي ما رقيق ما غليظ، يعني يجي متوسط. غادي نزيد نطلقها كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما طلقتها صافي غادي نجيب الشكلاط اللي ديجا ذوبته هكا في بالماغي. بالنسبه للشوكولا يعني كتبقى على حسب نتوما المتوفر عندكم، ومن الاحسن يكون شوكولاط اللي يكون نوعيه جيده، يعني يكون فيه واحد النسبه من الكاكاو. غادي نحاول انني نطلقو، يعني الكميه ماشي ضروري تكون بزاف لان هاد الطبقه غادي نعملوها غير من التحت، فماشي مشكل انها تكون زعما كثيره. صافي كنحاول انني نطلق نسرح عفوا الشوكولاط ديالي فوق الحلوى، وغادي نخليها تنشف غير هكا في المطبخ، اولا الا كان الحال يعني سخون دخلوها للثلاجه واحد 15 دقيقه صافي وكتجمد معانا باش ملي نقلبوها ما تلصقناش. وهنايا بعد ما نشفت كما كتشوفوا انا خليتها غير في المطبخ. غادي نجيب واحد البلاطو اخر. كما قلت لكم في الاول ضروري كتعملوها فوق واحد البلاطو باش تسهل عليكم انكم تقلبوها. نسيت ما قلت لكمش هاد النقطه. صافي كنزول بابي كويسون الاولاني اللي كنا طلقنا عليه الحلوى، وهنايا كنكون دوزت الشكلاط ديالي اللي كيكون يعني كميه لا باس بها باش كتجينا ديك الطبقه ديال الشكلاط يعني باينه في الحلوى ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنحاول انني نسرحها باش تجي مستويه فوق هذاك العجين اولا داك الخليط ديال الكاوكاو. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول انني نخبطها بحال هكا باش كتسرح وكتجي متساويه فوق الكاوكاو. صافي هنايا غادي نخليها عفوا هنايا كنكون وجدت الشكلاط اللي هو بيض، كنعملو هكا في البوش اولا في بلاستيك وكنشكل هكا خطوط اللي كيكونوا يعني عشوائيه بحال هكا، بحال اللي كنعملو مع الميلفوي. صافي كنحاول انني نشكلهم، وضروري يعني نتوما كتصايبوا الشكلاط الابيض كتكونوا موجدين حتى الشكلاط الابيض عفوا باش غادي تزينوا.
صافي هنا غنجيب واحد الكوردون اولا موس، وغادي نحاول نشكل خطوط اللي كيكونوا معاكسين كيف ما كتشوفوا، يعني الخطوط معروفين ديال الميلفوي، انت كيعطيو واحد الشكل اللي هو زوين بزاف. وغادي نخليها حتى تنشف تماما وغادي نقطعها. بالنسبه لا ما تدخلوها للثلاجه، يعني خليوها غير فوق سطح العمل، سيرتو الا كان الحال شويه بارد راه دغيا كتنشف. غادي نحاول انني نحيد هاد الجناب، باش قلت لكم انكم خصكم من الاحسن انكم تشكلوها على شكل مستطيل باش مزيان، باش ما يضيع لكمش الحلوه ديالكم. وهاد الطريفات هادو بطبيعه الحال ما نضيعوهمش، راه كنعطيهم للوليدات. غادي نحاول نحيد الجناب كما قلت لكم، وغادي نقطعها على شكل اشرطه هكا مستطيلات طوالين. هنا يمكن لكم تعملوا العبارات بالمسطره باش يجيوكم قد يجيوكم متساويين. انا هنا عملت غير عيني ميزاني، كنحاول نقطع هكا اشرطه كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للسكين خصو يكون حاد باش يقطعها معكم وما تضيع لكمش الحلوه ديالكم. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي الحلوه، ما كتهرس ما حتى شي حاجه. غادي نحاول انني نقطعها. بالنسبه للشكل كيبقى اختياري، يعني يمكن لكم تقطعوها على شكل مستطيل او لا على شكل معين، نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت انني نقطعها على شكل مربع كيف ما كتشوفوا على الشكل هذا. والقياس كناخذه باول وحده قطعتها كنبقى نقطع عليها باش كتعطيني نفس العبار، وكنعملهم هكا في كويغطات وكنقدموهم كيجيو رائعين. وكما كتشوفوا سهله في التحضير. هانتوما كيفاش كتجي ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه هذه وتقولوا لي الراي ديالكم، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا اللي بقيتوا حتى لهذا الجزء من الفيديو.